لو بتحتار في أنظمة التمارين فتعال أقول لك إيه أحسن أنظمة للتمرين تتمرنها علشان توصل للفورمة بتاعتك. والنهارده هنتكلم عن أهم الثلاث أنظمة تدريبية موجودة. أول نظام هو الأشهر على الإطلاق وهو البرو سبليت، وده أنت بتتمرن فيه كل عضلة على حدة. يعني عضلة الظهر بتتمرنها في يوم، بعد كده الكتف بتتمرنها في يوم، والشيست بتتمرنه في يوم، والدراع بتتمرنه في يوم، والرجل بتتمرنها في يوم، وبتريح يومين، وبعد كده تبدا الاسبوع الجديد بنفس الترتيب ده. اما بقى النظام رقم 2 وهو البوش بول ليج، وهو ببساطه انك بتلعب تمارين الدفع في يوم زي الصدر والكتف والتراي، وبتلعب تمارين البول او تمارين السحب زي تمرينة الظهر والبايسب، وطبعا الرجل علشان عضله كبيره فبتتلعب فيه. النظام ده بيتلعب 3 ايام وتريح يوم و3 ايام وتريح يوم، وبكده تبقى اتمرنت العضله مرتين في الاسبوع. اما بقى النظام رقم 3 وهو الابر لور، وهو انك بتلعب الجزء العلوي كله في يوم، وبتلعب الجزء السفلي كله في يوم. مناسب جدا لو انت بتنزل الجيم مرتين في الاسبوع، وممكن تعتمد عليه كنظام تمرين، تلعب يوم ابر ويوم لور ويوم راحه، وتبدا تاني ابر لور راحه. مستني ايه؟ انزل دلوقتي اختار لك نظام تمرين واتمرن تمرينه قويه عشان توصل للهدف اللي انت عايزه. واستنونا فيديوهات كتير مع رامي عادل وماكس ماسل، اكبر سبلمنت ستور في مصر.